الله والسلام على رسول الله. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا للذين ظلموا. تحيات رجال الفداء والمقاومة، كل أحرار المغرب وحرائر المغرب من طنجة للقويرة الغالية، وكل أحرار العالم من الدول العربية وغير عربية اللي كيدافعوا عن المقدسات وعن بلادنا وعلى الحق، ثم الحق ثم الحق تتقوم القيامة. لأن حنا كنحتارموكم لأنكم كتقولوا كلام الحق بدون مجاملة، كتدافعوا على بلادنا والصحراء ديالنا بالقانون وبالحق وبالميثاق وبالحق ديال الله سبحانه وتعالى. حنا في أرضنا وفي بلادنا وفي صحرائنا. غير بغيت الله يحفظ لينا سيدنا، الله ينصرو، الله يخليه لينا وكل الرجال اللي معاه من وزراء ومستشارين. وتحياتي للجيش الملكي الأسد البطل العياشي. أنا عياشي وأفتخر، وعاش الملك. كتعجبكم شتوما الكلمة ديال العياشي؟ أنا عياشي ملكي مقاوم، ومني تيقول لك مقاوم عياشي يمكن انتهت الأمور. ولا ما كتعرفوش المقاومة لا يعرفكم لا دنيا ولا آخرة. حنا رجال الله، رجال الحق، رجال المقاومة، رجال سيدنا. حنا الشربة الواحدة قلتها في مئات الفيديوهات اللي ما عمرها خانت الوطن وما عمرها غتخون الوطن. هذا عهد ووعد الآباء والأجداد غادي نبقاو عليه تنمشيو عند الله سبحانه وتعالى. ما غيبدلنا حتى واحد. ما كنخرفوش، حنا ما كنديروش داك النضال ديال التحراميات تحطاو فوق الطابله. راه كتناضل على المساكين والفقراء، كترفع شعارات وكتركب الموجه، وتحت الطابله تتآمر على مملكة الشرفاء. وربي سيطحنك طحنا كما طحن الذين من قبلك في الستينات والخمسينات والسبعينات. فما تلعبش مع مملكة الشرفاء، وأي دولة تبغي تلعب معنا ما تنجحش. تحياتي للدبلوماسية المغربية، تحياتي للجنود. انا ما نسواش البوط اللي عندكم مرابطين في الصحراء. نتوما هما الشرفاء، نتوما الشرفاء، نتوما الاسود، نتوما البواسل، نتوما هما فوق راسنا وتاج فوق راسنا مع سيدنا الله ينصرو. تحياتي لكل جندي، كل ضابط. تحياتي لكاع الناس اللي في الصحراء وغير الصحراء. تحياتي الى الامن والى الدرك والى كل واحد في الوزاره تيدافع على هذه المملكه الشريفه. ربي غيكتب لك هادشي في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم. غير عندي واحد الموضوع مهم لان عامين هادي وانا تنطرق ليه، وهو القرض الفلاحي. الحمد لله انكشفت الامور عندما كنا نكتب الشكايات ديالنا للوزراء والمستشارين ديال الملك. الله يحفظكم، تبلغوا الرسائل ديال سيدنا. انكشفت امور مؤسسه القرض الفلاحي في الجرائد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. هناك عصابة تستهتر بنا وتستعملنا كعبيد. 750 متقاعد، ومنهم هذا المقاوم الضعيف عبد ربك الضعيف ضيعونا في الفلوس بتواطؤ مع يعني شراو الناس وعطاهم 50 مليون و60 مليون و40 مليون و30 مليون، خدموا لهم ولادهم. حنا ما عندنا دري صغير، ما عندنا من باقي ما وصلش الخدمه. عطونا سيدي حقنا. ودوك جوج قروش اللي شدينا خسرناهم على الوالده، مشيناش خسرناهم في الفساد ولا في الشراب ولا في الخمور. خسرناهم على الوالده المرحومه الشريفه القاسميه المقاومه اللي كانت كترفع السلاح مع الوالد ايام الدار البيضاء، ايام العز، ايام المقاومه والتحرير. الجهاد الاصغر هذاك نسميوه الجهاد الاصغر، وخسرت عليها فليساتي تدها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. هذه الشريفة التي ماتت موتة محترمة الحمد لله يوم الجمعة وفي العواشر وفي رمضان، وأنا متألم. أنا كنت نبقى هازة فوق راسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحجاز وكان يسمع وبشر بإنسان سيدخل الجنة. من هو هذا الإنسان؟ كيعيش في اليمن، وجاءه جبريل فأعطاه الوصف الكامل. يعني عنده واحد الخالة شي حاجة هنا في هذاك الشيء. وكان الرسول يبحث عنه في الحجاز
لأنه كان منعدم وفقير، كان منعدما وكان فقيرا، كلنا فقراء إلى الله. فمات الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى، وجاء عمر الفاروق وسأل عن هذا الرجل. جا الحج قالوا هذا السيد راه كيهز ميمتو اللي هي عميها وتيديرها فوق ظهرو وتيداويها وتيوكلها وتيشربها وتيسعى بها، وهذا من المبشرين، فبشره الرسول الكريم بالجنة. حتى ماتت أمه ثم ذهب إلى الحج فالتقى بالفاروق فأكرمه. هذا رضاة الوالدين. هذه الوالدة اللي خسرت عليها أنا ما خسرت عليها والو، هذوك القروشة اللي عطيتوني وباقي غارق ديون، الضرائب تسال وكل شيء تسال والدار تسال، عطيونا حقنا الله يرضي عليكم. بعدما انكشف الأمر وجميع المسؤولين اللي كيسمعوني يعطوني حقي، سأدخل في اعتصام مفتوح أنا وعائلتي الشريفة المقاومة الملكية العياشية غصبا عنك أمام مقر القرن الفلاحي بالرباط. أتمنى من الرئيس اللي معينو سيدنا، صيفط لك شكايات، صيفط لك مقابلات، تستجيب وتعتني برعايا الملك الأوفياء. هذه الرسالة اللي بغيت ندوز لكم. الله يحفظ بلادنا، والله يخلي لنا سيدنا، والله يطول عمره، والله ينصر المملكة الشريفة، والله ينصر الناس اللي تخدموا المملكة الشريفة. والحرامي تيبان، راه التاريخ علمنا هكذا. حنا كنا في المعمعة ما كناش جالسين، ماشي نجي وناضل ولا سير تنبح في شي بلاصة وتقول لي كناضل وانت كتآمر من تحت الطابلة على المملكة. الوطن غفور رحيم رحيم رحيم، ولكن واحد الوقت كنجي كندير لكم ستوب. ممكنش تعير لينا بلادنا وتعير لينا المقدسات ديالنا ونخليوك تاكل وتشرب وصافي. راه الدنيا سيدنا رحيم، الله رحيم وسيدنا رحيم، ولكن كيجي واحد الوقت اللي ما تبقاش معكم الرحمة. نحن نقارع دول أعداء مثل إيران ومخنزات الجزائر وكبرانات مخنزات الجزائر وجنوب إفريقيا وميليشيات إرهابية تريد سوءا بلادنا. لكن هيهات هيهات، هذه بلاد الصالحين والأولياء ورجالها أسودها نوويون. عطونا الحقوق ديالنا، الله يرحم لكم الوالدين. والرسائل اللي كنا نصيفطوا لوسيط المملكة أو ديوان المظالم راه حقيقة هذاك الشيء هو دابا بان الأمر وانكشف الأمر وانفضح الأمر وفضحت الفساد الذي كان في مؤسسة القرن الفلاحي. نطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات يفتح تحقيق في هذا الشيء. علاش حنا تنضيعوا القروشه اللي عندنا خسرناهم على الوالده وحنا بقينا ما كاين الله سبحانه وتعالى عندنا ما نقولوا غارقين ديون. وعلاش تنضيعوا حنايا في دولة الشرفاء، في الامبراطوريه، دوله اللي فيها سيدنا ملك لا يظلم عنده احدا. حنا عارفين هذا الشيء منذ الستينات ومنذ الاستقلال ومن بعد الاستقلال الهين. يجيش يقرينا شي واحد، سير قري الدراري في المدرسه، سير قري راسك، جيت تقري المقاومه.